اسلام جمال بيقول لك الكابتن حسام حسن هو اللي بطلني كوره. اسمع لكن في بقى مدربين لا صعب اللي انت تتعامل معاهم عشان هم مش ناس واضحه خالص. انا من اسباب اللي خلى اسلام جمال ينهي مسيرته اللي هو يلعب دوري ممتاز ويكسر الدنيا. طبعا الناس كلها اتكلمت عليه كتير، اللي هو ضر الناس كتير وعمل مشاكل كتير، بس هو دي فعلا دي حقيقته. وانا مش بهاجمه، انا مش بهاجمه دلوقتي عشان هو دلوقتي في مكان ما ينفعش حد يهاجمه ولا حد يتكلم عليه. انت بتتكلم على كابتن حسام حسن؟ بتكلم على كابتن حسام حسن. استحاله حد يهاجمه في الوقت اللي احنا فيه، لان احنا كلنا في ظهره بالظبط. يعني احنا حاليا دلوقتي كل من مفهوم انت يعني تمام. كل الناس النهارده كلنا مسانده غير مشروطه متفق. لكن هو من اسباب اللي حصل لي ان كابتن حسام برضو من عقليات المدربين، انت ما شفتش مني حاجه عاملني عليها، لكن انت يكون انا في فرقه في نادي المصري البورسعيدي، نادي الكبير بجماهيره حط تحتها مليون خط عشان جماهيره ناس محترمه جدا وبحبها انا جدا ماشي، بمجلس ادارته يخلي لعيب يقعد في البيت 6 شهور من غير انزل معاه تمرينه واحده، يبقى انت كده راجل ظالم. يعني من غير ما تنزل معاه تمرينه واحده؟ ما هقول لك اهو، من غير ما ياخد شيلن من النادي المصري بسبب رفض كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن من غير سبب، يبقى انت راجل ظالم. بس احكيها يعني بوضوح عشان الناس تفهم. انا اول موسم انا رحت نادي المصري البورسعيدي موسم 2022، ورحت النادي المصري البورسعيدي، كان معايا جهاز فني محترم جدا كابتن معين الشعباني، حلو، وناس مجلس الاداره الباشمهندس سمير حلبيه وعدنان حلبيه، والناس دي كلها ناس محترمه جدا. جميل. قعدت لعبت اول ماتش في الدوري خالص مع معين الشعباني، مع كابتن معين الشعباني، وانا مبسوط ومعايا لعيبه كتير، ومعايا احمد حمودي ومعايا احمد رفعت وراح فيوتشر ساعتها والله يرحمه، وعمرو موسى. فرقه حلوه، فرقه عمرو مرعي، فرقه جامده مش حلوه. هم هنزلوا قايمه عشان تبقى انت مش فيها، انا مش فيها عشان ما حدش يبلغني. هو ما فيش لسه يعني ما احتكتش مع انا ما سلمتش عليه اصلا. ايوه ماشي. يعني انا ساعتها ما سلمتش عليه وقلت له الف مبروك حتى يا كابتن. حلو، يعني هو جاي قصدك بفكره معينه. ما يعني انا مش عارف ايه هي، يعني انا اسلام انا مش عارف ايه هي. اللعيبه كلها بعتت لي على الخاص بقى مش على الجروب. هو انت اسمك ليه؟ هو انت اسمك ليه؟ وفي حاجه حصلت، كله بقى ال 30 لعيب بيكلمني في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، انا مش عارف. هو لسه في حاجه حصلت؟ المشكله بقى اللي ضايقني اكتر، اكلم الاداري ما يردش، اكلم عضو مجلس اداره ما يردش، اكلم كابتن ابراهيم نفسه ما يردش. لا ما كده كابتن ابراهيم بعت له على الواتساب يا كابتن ابراهيم انا اسلام جمال عايز اكلم حضرتك، يعمل سين ما يردش. اكلم كابتن حسام ما يردش، ابعت له رساله يعمل سين وما يردش. طب ده معناها ايه؟ مش فاهم اي حاجه. كلمت الاداري مره 2 3 4 5 رد عليا، ايه يا اسلام كابتن هو حضرتك ما بتردوش عليا ليه؟ هو انا عملت ايه عشان ابقاش موجود؟ قال لي يا ابني والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انا مش عارف، بس هو في حاجه حصلت ما بينك وبين كابتن حسام قبل كده يعني؟ قلت له لا يعني دلوقتي لا، بس في موقف من زمان والموضوع عدى وجالي الاتحاد وقعدت معاه يجي 3-4 اسابيع وسلمت عليه وخدت بعضي ومشيت. كان فاضل حوالي شهر على الدوري وخدت بعضي ومشيت، وما قلت له مش هقدر اكمل في اسكندريه وعايز ارجع القاهره عشان خاطر عندي مشاكل في البيت. فهو مكون عنك اصلا فكره يعني انت حصل موقف قبل كده. انا شخصيه كابتن حسام. لا بس لا انا شخصيه كابتن حسام، ما انا بقول لك اهو انا شخصيه كابتن حسام، انا مش هقدر العب في الاجواء بتاعته في اجواء. ما انا اقول لك اللي حصل لما جالي الاتحاد. أيوة. انا ما قدرتش وبستاذنت منه باحترام وشياكه وادب. يا كابتن حسام بعد اذن حضرتك انا مش هقدر اكمل وعايز امشي. عشان كان عمل لك ايه؟ عشان كان في مشكله وانا في طلائع الجيش. حتى العميد احمد المهدي كان موجود ولغايه دلوقتي موجود وممكن تساله. لعيبه الجيش موجوده، محمد بسام موجود، احمد سمير موجود. كان في مشكله وفي الملعب وانا كابتن فرقه نادي طلائع الجيش بقول للحكم كابتن ادي اللعيب انذار. بتلاعب الكابتن حسام حسن. لاعب كابتن حسام حسن في برج العرب المصري ضد طلائع الجيش، بقول له يا كابتن بعد اذنك ادي له انذار، ادي للعيب مش كابتن حسام. ايوه الواحد دخل جامد. اللعيب ده قدام كابتن حسام قدامه عم اقول له ادي له انذار يا كابتن، تدي على انذار؟ انا انذار او واخد كابتن مش انت يا كابتن، مش انت يا كابتن. بقول له على اللعيب شتيمه بقى واللي حصل من الكلام ده. انا طبعا طبيعي رديت. فده موقف بينك وبين الكابتن حسام. بعد الموقف ده عشان بس بقى الخص الناس تفهم، بعد الموقف ده انت رحت الاتحاد وكابتن حسام جالك على الاتحاد. جالي على الاتحاد فقمت انت قايل له لا شكرا مش هلعب معاك. ما من اللي انا شفته ايه بقى؟ اللي انا كنت بلعب مع كابتن طلعت يوسف لعب حوالي 24 ماتش وفاضل لسه 5 ماتشات
اول ماتشين جاب عيل صغير لعبه وما لعبتش في الاتحاد. في الاتحاد. اللي هو مروان النجار. لا مش مروان، اسمه بيلعب في دجله دلوقتي، اسمه ماشي، مصطفى. مش مشكله، مش ماشي. فاكر اسمه ايه. فجاب ولد، لا فجاب ولد صغير لعبه وانت قاعد. وانت انت طبعا ايه، انا واحمد رفعت ساعتها الله يرحمه، احمد رفعت الله يرحمه، لعبوا باك رايت في التمرين. احمد رفعت خد شنطته ومشي، مالناش دعوه باحمد رفعت. انا بعديها بيومين استاذنت، قلت له برضه يا كابتن انا مش قادر اكمل عشان ما لعبكش، عشان ما خلاص هو خلاص هي العلاقه. طب وانت عايز بقى لما يجي لك المصري ايه؟ ما انت نفسك سبته ومشيت في الاتحاد. ايوه بس بلاش، المفروض يعمل لك ايه لما يجي المصري يعني؟ اتمرن، ما قعدني في البيت 6 شهور. انت المفروض تتمرن برضه مره اولانيه وهو في الاتحاد. ما هو مش هيعتمد عليا. طب ما هو برضه هنا نفس القصه، هو مش هيعتمد عليك. ماشي، هي مش كده. اديني فلوسي. انت شفت حل بسيط اهو. انا اقول لك على حاجه بس عشان نبقى فير، مفيش حاجه اسمها انت في الاتحاد هو مش هيلعبك فتقعد في البيت، مفيش حاجه اسمها كده في الكوره ابدا. صح ولا مش صح؟ صح معاك. فانت غلطان. طب انت عارف انا مشيت امتى؟ اخر ماتش اسوان. لو اخر نص ساعه. ايوه ما هو خلاص احنا كده الموسم خلص. هو الموسم خلص وهو مش محتاجني وانا عامل لود عليه. اسلام في التمرين مش هتتبرر. مش هتتبرر. ما هو لا، ما انت مش هتحسها، انا هحسها. لا انا اللعيبه ساعتها اللي موجوده على فكره انا بقولكش ان انا مش موقف سخيف. هو موقف سخيف ان انا ابقى في حته وانا عارف ان انا في الثلاجه دي بايخه. بس طالما يعني انت في تعاقد معين مضطر تكمل. على فكره انا مش بهاجمك والله. ايوه ماشي، انا بس بقول ان دي انت النهارده قررت ان انت هتسيبه وتمشي، لان انت طالما انت مش هتلاعبني فهو في نفس الكلام انا مش هلاعبك فخلاص ما تجيش. يعني لو هنقول ان دي تنفع هتبقى دي تنفع ولا الاثنين ما ينفعوش؟ لا الاثنين ما ينفعوش. بس اقول لك على حاجه تانية، انت اذيتني في موسم كامل مع موسم اضافي بعده. بس ايه بقى اللي حصل؟ هو راح فقال لهم فانت اسمك مش في القائمه. اسمي مش في القائمه والناس كلها بتتمرن في برج العرب وانت لا. انت فين بقى؟ في البيت. في البيت مفيش تمرين اصلا. الاداري قال لي ايه بقى؟ قال لك ايه بقى؟ قال لي احنا هكلم الاداره وانت هتتصرف معاهم، لكن كابتن حسام ولا عايزك تتمرن مع الفرقه ولا عايزك تتمرن لوحدك في بورسعيد. ولا تتمرن اصلا في بورسعيد كمان. يعني هم في برج العرب انت تتمرن مثلا في بورسعيد ولو احتاجني ارجع زي ما هو ما كان بيعمل. أيوه. قال لي ولا ده ولا ده. قلت له طب اعمل ايه انا يا كابتن؟ قال لي يا اسلام والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه وحقك عليا، انا مش بايدي حاجه. اللعيبه بقى كلها راحوا له لا 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 انا مش محتاجه، انا مش عايزه. طب يا كابتن هو عمل ايه؟ ما عملش حاجه. طب يا كابتن عشان خاطرنا وبتاع، لا 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 مش الكلام ده في شهر كام بقى؟ شهر 2 14/2 انا فاكر بالظبط، في الفالنتاين. كان شكله ساعتها بوظ عليك الفالنتاين. انا مش فارق معايا الكلام ده كله، انا برضو مركز في اكل عيشي. انا فاهم انا بس وما خدتش غير 50% من عقدي ساعتها، وليا 50% وفي نسبه مشاركه يعني في فلوس وفي صوت عليا وفي حاجات عليا، وكان بيطلع صوت للعيبه وانا اقول له طب طلع لي قسط. طب واحد فلوس مش خالص، حتى فلوس اللعيبه تنزل لها فلوس وانت لا. وانا لا. ما هو ده الظلم، ده اللي بكلمك فيه. يعني انت معادني في البيت نفسيتي زي الخرا ونفسيتي زي الزفت. انا خلي بالك يعني سوري على اللفظ اللي قلته، بس انا من جوايا محروق، والكلام بقى عدى بقاله 3 سنين بس انا محروق. يعني الموضوع مضايقني جدا. طب ليه يا كابتن حسام عملت كده؟ مع اني انا بحبه جدا، بحبه كابتن حسام حسن، فرود منتخب مصر ونادي الاهلي ونادي الزمالك، الاسطوره. ليه تحط عقلك بعقل عيل صغير بالنسبه لك؟ ده قد يعني موقف قديم. انا ما فيش حاجه شخصيه ما بيني وما بينه، وبتكلم كل ده كوره والله.